رايك في صينيه البطاطس القمر دي؟ عملنا معاهم شويه رز تحفه وشويه بتنجان او سلطه اللي يعجبك. شايفه جمال البطاطس من غير لحمه من غير فراخ؟ بصوا قد ايه البطاطس مستويه وجميله. شايفه البطاطس بامانه تحفه. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقول لك عملنا الاكله الصيامي دي ازاي. اول حاجه بجيب البطاطس وبقشرها. معايا 4 حبات من البطاطس نقعها في ميه. تعالى اقول لك هعمل ايه. هتجيبي الصينيه بتاعتك، هقطع البطاطس دي حلقين، مش عايزاها ولا تخينه ولا رفيعه، وسط كده حلوه قوي. شايفين السمك بتاع البطاطسايه؟ تقطعيها بالشكل ده. اعمليها بالعرض مش بالطول، لاني لو بالطول هتبقى طويله قوي معاكي عشان البطاطس بتاعتي طويله. وبعد ما تقطعي البطاطس بتاعتك بالشكل ده والسمك اللي انا قلتلك عليه، لازم تشطفيها عشان بيبقى فيها نشا. خلاص انا شطفتها. معايا بصلتين، هسيب واحده دلوقتي هقولك هعمل فيها ايه. ودي هعملها لا جوانح لا جوليان، بالطريقه دي. خرطيها كده وتنزلي عليها. بعد ما قطعت البصله جوليان او جوانح زي ما انا قلتلك، معايا الفلفل هقطعه حلقان او بالطول كده. قطعيه بالشكل ده. لو ما بتحبيش الحاجه حراقه ممكن تستخدمي فلفل رومي، بس هي بصراحه بيبقى طعمها جميل قوي هي وحراقه. هنزل ببصلايه مبشوره، مخرطين حوالي 3 من الطماطم، خرط رفناها بالشكل ده. وبعد ما نزلنا بالمكونات بتاعتي دي، تعالى اقولك هنعمل ايه كمان. معايا في الخلاط اقل من نص كيلو من الطماطم. معايا البصلايه الصغيره دي هقطعها بالشكل ده. ومعايا ربع معلقه من الثوم. شايفين الثوم اللي احنا عاملينه مع بعض؟ هاخد ربع معلقه كفايه قوي. هنزل بنص معلقه من الملح، وظبطي برضو ملحك. هنزل بربع معلقه صغيره من السبع بهارات، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ربع معلقه صغيره كمون، مكعب من المرقه. تنزلي عليهم بكوبايه من الميه. هفرم الكلام ده كله وهقولك اعمل ايه كمان. وبعد ما احنا فرمنا الطماطم، تنزلي عليهم على طول في الصينيه بتاعتك بالشكل ده. ومش بضيف اي حاجه تاني الا الزيت. خلاص شويه الميه اللي احنا حطيناهم هما اللي هيسووا لنا البطاطس. ما تضيفيش ميه تاني، لان البطاطس الطماطم والبصل هينزلوا ميه. بس بتسويها بالشكل ده يبقى معاكي احلى صينيه بطاطس. زي ما انا قلتلك مش بضيف اي حاجه تاني الا الزيت. ننزل بشويه من الزيت بالطريقه دي وبس كده. مش هنعمل اي حاجه تاني في صينيه البطاطس بتاعتنا. نرفعها على النار، ومن عقبال ما تستوي نكون عملنا شويه رز. معايا حله على النار فيها شويه من الزيت. هنزل بحوالي كوبايه من الرز. حلوه قوي كده الكميه. هنحمر شويه من الرز ده بيبقى طعمه جميل قوي مع صينيه البطاطس اللي هي الصيامي. اما اللي هي بالفراخ اعملي رز بالشعريه، هيبقى طعمها حلو قوي معاكي. ومن عقبال ما نعمل الرز يكون البطاطس معايا استوت. شايفين شكلها؟ بامانه ربنا ريحتها تحفه. نحمر شويه الرز ونرجع لكم تاني. شايفين بعد ما احنا حمرنا الرز بالشكل ده، شايفه اللون الذهبي الجميل ده؟ هو ده اللون اللي انا محتاجاه. هنزل ببقيه كميه الرز بتاعتي. كده انا نزلت ببقيه كميه الرز. قلبي بس تقلبتين كده عشان يبقى الرز بتاعك مفلفل وجميل. تنزلي بالملح الابيض بس، ما بنزلش باي حاجه تاني، ولا هنزل بمرقه ولا فلفل اسمر ولا كمون. قلبي بس كده والميه المغليه وتنزلي على طول بيها، لان احنا عاملينه صيامي مش هنزل بشوربه. طيب هو الرز ده بياخد نفس كميه الرز ابو شعريه ميه؟ طبعا. كوبايه الرز عليها كوبايه ميه. ماشي. هنزل بالميه على طول. وبس كده. انا بالنسبه لي الرز خلص. اول ما يتشرب ميته خالص بتوطي عليه يستوي براحته. صينيه البطاطس معايا على النار.
يعتبر اكل خلص، يا دوبك من عقبال ما يستوي نكون عملنا طماطم مخلله، شويه بتنجان مخلل، حاجه بقى تحدقي جنب صينيه البطاطس وشويه الرز. استوى وارجع. وبس كده، هو ده شكل غدانا النهارده. بامانه غدوه بسيطه وسهله، مش هتوقفك في المطبخ اقل من ساعه. شايفه الرز وجماله؟ جربي الرز ده، بيبقى طعمه جميل قوي مع صينيه البطاطس دي، يا رب تجربيها وتعجبك.